اللعن الدائم الأبوي الأمدي على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. تطالعنا في كل سنة في أيام عاشوراء وأيام المحرم، في كل سنة من أيام المحرم فتنة جديدة. تأخذ هذه الفتن صورا مختلفة، لكنها تعرب عن وجه أموي واحد لا يثنى، وجه واحد. هذا الوجه لا يهمه أن تضرب السيرة النبوية، ولا أن تضرب الوحدة الوطنية، ولا أن تضرب الثوابت الصحيحة التي يجب أن يرتكز عليها أي مجتمع مسالم أهلي يريد أن يعيش بأمن وسلام تحت ظل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهؤلاء نحن مجتمعون هذه الليلة، لهؤلاء جميعا نقول: لمن يريد أن يضرب الوحدة الوطنية وقبل الوحدة الوطنية انتماءنا الحسيني، نقول له بعالي الصوت: هيهات منا الذلة، 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 هيهات منا الذلة. الكويت في شهر المحرم لا يفرق عندي أن أقول كلمتي في الحسينية الكربلائية، أو أقولها في حسينية سيد محمد أو أي حسينية أخرى، أو على أرض الوطن هنا بالخارج، الوطن الحبيب العزيز. لا فرق أن أقولها في الحسينية أو أقولها هنا في الخارج، لأن الكويت كلها حسينية واحدة، والشيعة والسنة محبون للحسين صلوات الله وسلامه عليهم. ما عندنا كويتي، إحنا ليس عندنا كويتي أموي أبدا، وكلنا نتكاتف للحسين ونقول: لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. أحييكم إخواني، أحييكم وأحيي مشاعركم الحسينية اللي ساقتكم إلى هالمكان، حتى يعرفون هؤلاء الأقزام من أنتم وكيف تقفون عندما تتعرض الشعائر الحسينية التي تجري في دمائنا مجرى الدم من العروق، تجري في أنفسنا. لا يمكن يوم من الأيام أن نتنازل، نقول كلمة الحق ولو كانت على دمائنا وأنفسنا. هيهات منا الذلة، 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 هيهات منا الذلة. نحن اجتمعنا هذه الليلة ليس الشعار فقط أيها الإخوة. الشعار نقوله في الحسينيات دائما. نحن نشد على الإخوة، على أيدي الإخوة النواب، وأنا أهمس في آذانهم أن المركز هذا المفروض يكون عليه التحرك من أول ما نهض وأول ما قام، لأن هذه الفتنة كانت صغيرة وكبرت، ولو سكتنا لكبرت أكثر وأكثر. القضية لا يثيرني صاحب هذا المركز أنا أبدا، أنا ما أطالب أن يعتذر ولا أطالب شيء، لأن هذا لا يعني شيء في نظري، ولكن وراء الأكمة ما وراءها. إذا تطالع تدخل على مواقع الإنترنت تجد أن هذا الرجل وهذا المركز عنده فكر إرهابي يكفر الشيعة ويحرض على الشيعة.
كذلك بعض الأجهزة التي تدعمها الدولة، أقول تدعمها الدولة ووزارة الأوقاف، مثل مبرة الآل والصحابة. وقد أصعدت أنا السنة الماضية على المنبر بيدي بعض النشرات التي ترمي التشيع بالشرك، ونحن لا نقبل. هيهات من الذلة، 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 هيهات من الذلة. القانون أولا كفل حقنا. أنا مواطن كويتي وأعتز بانتمائي لهذا البلد، وأقول كلمتي. أجوب أكثر البلاد أقرأ وأصعد المنبر، لا أقول كلمتي كما أقولها في هذا البلد الطيب، وأعتز بانتمائي وحريتي. ولكني أرفع صوتي مخاطبا سمو أمير البلاد الذي أرجو أن يسمعني. بالأمس وجهت له خطابا من الحسينية الكربلائية، واليوم أوجه له خطابا آخر، وإلى وزير الداخلية أقول: لماذا تعتمدون على عقلاء الشيعة في احتواء هذه الأزمات يا سمو الأمير؟ لماذا لا تفرضون هيبة القانون؟ لماذا لا تضربون على أيدي من يريد أن يشتت وحدة الصف ويضرب الوحدة الوطنية، يصنع الأزمة بين السنة والشيعة، ونحن ننشغل مع شديد الأسف بالدفاع؟ نحن نطالب سمو الأمير ووزارة الداخلية أن تتخذ موقف غير مستحيل، موقف واضح بإزالة هذا المركز المشؤوم على وجه الأرض. ونقول لهم جميعا أننا لن نسكت ولن نتخاذل في هذا الموضوع، ونطالب بشكل ودي أن يحكم القانون ولا شيء غير القانون. ونحن باجتماعكم أيها الإخوة، باجتماعكم نقول بصوت واحد: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك.